أعزائي المشاهدين والمتابعين، أهلا بكم في الحلقة 97 من كرة مع العمر، والحلقة 29 من حلقات الموسم الرياضي 2022-2023. في مباريات معينة جدول الدوري بيحكم على فرقتك إنها لازم تكسبها. التعادل حتى ما ينفعش، زي ماتش النهارده بين المصري وسموحة في ختام الدور الأول. النادي المصري قبل مباريات الجولة 17 كان في المركز الثامن برصيد 20 نقطة، وأسوان في المركز التاسع برصيد 19 نقطة، وسموحة في المركز العاشر بنفس الرصيد، وسيراميكا في المركز ال11 برصيد 18 نقطة، وفاركو في المركز ال12 برصيد 16 نقطة. وبعد فوز أسوان على الداخلية وفاركو على الزمالك، النادي المصري أصبح في المركز التاسع، لأن أسوان بقى عنده 22 نقطة، وفاركو اللي كان بعيد عنك بقى عنده 19 نقطة. يعني الفرق بينه وبينك نقطة واحدة بس. يبقى أنا كده لازم أعمل إيه؟ لازم أكسب سموحة. مفيش قدامي حل تاني. مش هقول لك عشان استغل هزائم الزمالك وانافس على المركز الرابع، لكن على الاقل عشان اهرب من نص الجدول واطلع قدام. النادي المصري فعلا كان متقدم بهدف مبكر، وبدل ما نعزز التقدم ده او على الاقل نحافظ عليه، قعدنا نضيع اهداف كالمعتاد لحد ما سموحه اتعادل في الدقيقه 82 عشان نخسر نقطتين بسببهم. حطينا نفسنا في مأزق احنا في غنى عنه. النادي المصري بعد التعادل مع سموحه اصبح في المركز التاسع برصيد 21 نقطة، وبفرق 8 نقط بس عن البنك الأهلي والإسماعيلي والداخلية، أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة برصيد 13 نقطة. يعني إحنا للأسف بقينا في وضع صعب بسبب النقط اللي عمالين نخسرها يمين وشمال. عشان كده الدور الثاني أنت مجبر تكسب كل الفرق اللي تحتك في الجدول، وأولهم سيراميكا كليوباترا اللي عنده 18 نقطة. يعني لو كسبك لا قدر الله هيبقى عنده 21 نقطة زيك، انما لو انت كسبته ان شاء الله هتفرق عنه ب6 نقط. يعني للاسف مباراه سيراميكا بقت في غايه الاهميه للنادي المصري، ولا بديل فيها عن الفوز. عشان كده بتمنى ان اللعيبه والجهاز الفني يعوضونا بقى عن كل اللي فات وعن النقط اللي ضاعت مننا قدام المحله وفاركو وسموحه. اعزائي المشاهدين والمتابعين، الى اللقاء في حلقه جديده من حلقات الكره مع العمده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه. دمتم في رعايه الله.